ضيفتي أيضا من استوديو سكاي نيوز عربية في دبي. ضيفتي اليوم هي ممثلة جزائرية لها حضور آسر جدا، أمل بشوشة، يلي ما بتترك أثر ممكن أنه ينمحى بسهولة. هذا هو عامها الثالث فقط كممثلة، ومع هيك هي دخلت الدراما من أوسع أبوابها عبر مسلسل ذاكرة الجسد، هو اللي كان أول إطلالة لها كممثلة. واليوم هي قدام أو أمام كاميرا المخرج السوري حاتم علي في مسلسل مصري تحت الأرض. أمل رح تنضم لنا الآن من استوديو سكاي نيوز عربية. مساء الخير يا أمل. مساء النور لانا. أنا كثير مشتاقت لك على مساء فكرة. النور. هو أنا كمان حبيبتي، الله يرضى عليكي. مبسوطة بإطلالتك. أولا رمضان كريم. ينعاد عليك. خليني أعيدك. هو عيد الأمة العربية والإسلامية، إن شاء الله ينعاد علينا. السنوات الجاية إن شاء الله بتكون أحسن من السنوات اللي فاتت، وكل عام وأنتم بألف خير. أمل، أنت بتعرفي نحن أول شيء من زمان بدنا إياك تكوني موجودة معنا، وأنا دائما على تويتر العالم كل يوم بيسألوني إمتى رح تكون أمل ضيفتنا، إمتى رح تكون أمل ضيفتنا. في عندي كثير أسئلة، بس أول شيء دائما في سؤال بيتبادر لذهن الكل، رح أسألك إياه بشكل مباشر. كيف تستطيع أمل دائما أن تدخل أي دراما من أوسع أبوابها، من ابتداء من الدراما السورية واليوم أيضا الدراما المصرية؟ دائما بتفوتي بدور بطولة ودور رئيسي ومع أفضل المنتجين أو المخرجين. والله الحمد لله، هذه نعمة من رب العالمين. يمكن شغلي وإصراري ومثابرتي على شغلي وحبي لشغلي هم الفاكتور الأساسي اللي خلاني فوت بالدراما العربية من أوسع أبوابها، بداية من الدراما السورية عفوا، وصولا إلى الدراما المصرية. طيب أمل، أول شيء رح نشوف أنا وياكي هذا المقطع من مسلسل تحت الأرض مشان نرجع أنا وياكي نحكي عن الدور. الكلام ده كلام فارغ، سبق وقلت لك مفيش حاجة بيني وبينه، كانت حاجة قديمة وانتهت. انت بتحكي عليا ولا بتحكي عن نفسك؟ وانا لسه شايفاه من شويه ده. انفعال على جورنالجي كان لازم ياخد على دماغه. بقول لك يا ليلى، ما تعذبيش نفسك على حاجه مش بتاعتك. بتقولي الكلام ده لنفسك، عماله تجري ورا وهم كبير اسمه جمال الجبال. انت فاكراني بحبه ولا ايه؟ جمال ما بحبش حد، لا انا ولا انت ولا اي واحده اعرفها. جمال بيظهر في حياتنا بحبه وبسحره علشان يخليكي تنسي الدنيا، وفي اللحظه المناسبه بيختفي. سيبك من غير امل ومن غير قلب. مش عارفه اذا كان اللي حصل معاكي حلم حلمتيه في الضلمه ولا هي حاجه حقيقيه حصلت فعلا. أمولة، كثير تعبتي لحتى اشتغلتي على اللهجة. بتذكر أنه حتى بالدراما السورية كان في عندك دائما مين عم بيظبط لك اللهجة، واليوم أيضا بالدراما المصرية بعرف أنك كثير اشتغلتي على موضوع اللهجة وأيضا على موضوع الكاركتر كصحفية أو مذيعة. خبريني كيف اشتغلتي على الموضوع؟ صحيح، هو طبعا موضوع اللهجة هو بالنسبة لي تشالنج، بكوني جزائرية وشغلي يعني فرض علي، أو ممكن مفتاح شغلي هو إتقان اللهجات العربية. وطبعا هذا فخر واعتزاز لي، لأن كل لهجة عندها قيمتها وكل لهجة عندها معزتها الخاصة، وبالتالي هي مثل التحدي لي. اللهجة المصرية كانت طبعا راح يتفاجأ الجميع يمكن، مع أنه هاي اللهجة نحن كبرنا عليها وخلقنا بأغاني مصرية وأفلام مصرية، ولكن فعلا كانت جدا صعبة، لأنه كانت أول مرة أدخل أرض الكنانة مصر من خلال مسلسل تحت الأرض. وبحكم إقامتي في بلاد الشام، يعني بين لبنان وسوريا الحبيبة، كان يعني صار موضوع اللهجة أسهل بكتير، لأنه يعني كل يوم يعني بعمل براكتيس مع أصدقائي ومن السوريين واللبنانيين، بينما باللهجة المصرية بسمعها بالأغاني بالأفلام والمسلسلات. طبعا الصعب هو أنك كلنا يعني كل العرب يستطيعون يتكلموا باللهجة المصرية، ولكن من غير أكسنت. يعني لازم الإقناع، لازم تقنع المشاهد أو المتلقي أنك بنت فعلا مصرية متبنية قضية، بتدافع عن القضية كإعلامية. فهذا الشيء كان شوي صعب، ولكن بعدين يعني الحمد لله كنت محاطة جدا. حتى إدارة المسلسل والشركة المنتجة أصروا أن يكون موجودة بمصر قبل بداية التصوير بشهرين، وكان في تدريبات مكثفة مع كل الممثلين الموجودين بالعمل، وفعلا لهم الفضل لأنه كانوا كل يوم يجوا نعملوا تدريبات على الطاولة يعني، وكل أساتذة عفوا
راح ما عم بسمع. okay. كل الأساتذة الموجودين، ايه على رأسهم الممثل اللي بحييه وبشكره أمير كرارة. طبعا كان مراقبني على الحرف وعلى النقطة وعلى الفاصلة. يمكن هذا هو أمل. حتى كاركتر يمكن تبع المذيعة، أنا بعرف أنك أنت قعدتي فترة تشوفي المذيعين على التلفزيونات وتراقبينهم على الشاشات. صح. قولي لي شو اللي اكتشفتيه بعالم الإعلام، رغم أنه أنت قبل هالمرة قدمتي أكثر يمكن من برنامج، ولكن كانت برامج منوعة لم تكن تهدف يمكن إلى قضية معينة، حتى يمكن كانت بداياتك، صحيح؟ صحيح، يعني ما في مجال للمقارنة أصلا. أكيد. لأنه أنا في بداياتي يعني قدمت برامج ترفيهية، وحتى ما كنتش نعتبر نفسي مقدمة لأنه كانت برنامج فنية بامتياز. ولكن بهذا الدور خصيصا لازم تعرفي أنه الإعلام في مصر عنده خصوصية، حتى الإعلاميين في مصر عندهم خصوصية خاصة بهم، لأنه بيتكلموا مع المشاهد خصوصا في البرامج السياسية بطريقة مختلفة شوية عن الإعلاميين في العالم العربي، وهي خصوصية بالنسبة هي معروفين بها الإعلاميين المصريين. حتى يعني لهجة يعني بيتكلموا المصري العادي، يعني مش حتى الفصحى، أو ممكن يدمجوا. اكزاكتلي. أنا تابعت كل البرامج التوك شو السياسية خاصة، إن كان إعلاميين أو إعلاميات. وحبيت نعمل لليلى المحجوب أو ليلى محجوب، حبيت نعمل لها كاركتر خاص فيها، يعني ما تكونش تشبه أو حتى ما نروحش في طريق أي إعلامية أو إعلامي مصري، بتكون كاركتر جديد، يعني حالة جديدة جربت نعملها. وطبعا تماشيا مع النص، يعني بالآخر أنا ما نقدرش نطلع من النص، ولكن نجرب نعملها كاركتر لها خاص فيها، القوية الطاف اللي هي عندها كاركتر وشخصية قوية. فطبعا كان في تسلية شوي بالموضوع. أمل، أنا شفتك مرة قوية، شفتك مرة عاشقة، شفتك مرة شرسة يمكن بالولادة، شفتك بعدة أشكال. لما بتكون الممثلة قادرة تاخذ هي المساحة من الأدوار وهذا النوع من الشخصيات اللي بتتحكم بالأبطال اللي حواليها أو اللي هي بتكون محركة الأحداث، شو بيكون في عندك هدف آخر؟ يعني شو بيكون لسه في عندك هاجس إنه بدي شخصية كذا لحتى أديها، أو بتمنى أني أدي هذا النوع من الشخصيات؟ والله أنا ما عندي يعني شيء معين أو محدد. بالتالي أنا دخلت مجال الدراما وحبيته، واكتشفت أنه عالم تاني ويعطيك مساحة أنك تعيشي كذا حياة بحياة واحدة. يعني كل سنة أنا شخصية جديدة نعيشها ونفسها ونشوف بيها وحس شو هي بتحس. أنا بالآخر ما بعمل شيء أو ما بعمل دور إلا وبكون أنا مقتنعة أني رح أقدر وصله صح، لأني ما نحملش ثقل أكثر مني. فبالتالي كل الأدوار اللي بحسها أنه أنا رح أجيدها ورح أوصلها صح، أكيد أنا مش هتأخر عليها. ولكن بالمقابل بضل في أدوار مثلا بيكون غير الأشياء اللي عملتها، أشياء جديدة أو أدوار ما تشبه الأعمال اللي عملتها. طيب أي أكثر دور كان يمكن بيشبهك أنت من الداخل؟ ولا دور بيشبهني من الداخل صدقا، لأنك عشقانة ولأنك قوية شوفي، هي بصراحة كل دور عنده، نحن كلنا بشر وهدول حالات إنسانية ما فينا، يعني أكيد. ما إجوا هدول الشخصيات من المريخ. فكل كاركتر لازم يكون فيه يشبهني ويشبهك وبيشبه أي بنت أو امرأة. في هيك زوايا يمكن تشبهني، ولكن بالشكل العام ما في شيء بيشبهني. أما لما كنت أنا بمهرجان وهران السينمائي كنت أنا وياكي عم نتواصل وخبرتيني إنه أنت في عندك مع وهران دائما حكاية خاصة. أحيانا بحس إنه أنت بتحبي يمكن إنك تقدمي عمل جزائري، ولكن قد ايه بتحسي ممكن الأعمال الجزائرية إنه يكون في عندها فرصة لأن تكون موجودة فعلا على الساحة العربية؟ أولا مدينة وهران هي مدينتي، أنا خلقت ونشأت بهاي المدينة. وهران هي اسم قديم لأسدين اللي هم الوهران، هي بس معلومة تاريخية. أنا بعشق هالمدينة لأنها مدينتي وخلقت وكبرت فيها. دائما ينطرح علي هذا السؤال،
انه ليش ما بكون انا باعمال جزائريه. طبعا انا اتمنى واطمح ان يكون موجوده باعمال جزائريه، ولكن لم تاتي الفرصه بعد، واليوم اللي راح تجي الفرصه اني اقدر يعني نقدم شيء للاعمال الجزائريه، وطبعا بالدرجه الاولى الاعمال الجزائريه تقدم لي شيء بمسيرتي الفنيه، تاكدي اني مش راح اتردد، لانه بالاول وبالاخير انا جزائريه وبهمني احمل رايه بلدي في كل العالم العربي والعالم باسره. طيب إذا بدنا نقول إنه نحن بكل بلد منزورها بناخذ منها ذاكرة خاصة، شو أخذ من وهران ذاكرة؟ شو الشيء اللي بيحضرك لما بدك تتذكري وهران؟ وهران هي بلد الفن، وهران هي أنا خلقت من وهران، مع أنه أنا أصولي من الشرق الجزائري يعني بمنطقة الأوراس، ولكن خلقت بمدينة وهران وكبرت فيها وعشت فيها ودرست فيها، وأهلي إلى اليوم عايشين بوهران، فبالتالي في نوستالجي غريب بهاي المدينة، في البحر وفي الجبل، في الشعب الوهراني الطيب المرح زي ما نقول، في كل زاوية بوهران بتذكرني بشيء، كل زاوية. نحن بنعرف كمان انه وهران هي بلد الراي، او هناك يمكن ولدت موسيقى الراي. قد ايه بده يكون في عندك فرصه صحيح. اموله انك تقدمي اغنيه راي لحالك يمكن، او حتى مع اي احد من نجوم اغنيه الراي المشهورين، شب خالد او يمكن مامي او غيرهم؟ والله مثل ما تفضلتي وقلتي هي مدينة الراي بامتياز. لازم تعرفي انه الراي اللي بينسمع في العالم بأسره واللي اطلقوا شاب خالد مختلف هذا عن غير مختلف كليا عن الراي اللوكل. أكيد. هو نوع من انواع يعني هو لوكل يعني بامتياز مختلف، يعني يمكن لهجته تكون صعبة الفهم بالعالم العربي، ولكن إذا يوم من الأيام تجيني الفرصة أن أقدم عمل يكون جزائري بامتياز ويكون مع نجم من كبار نجومنا الجزائريين، فبالتأكيد هذا بتكون إضافة نوعية لي. أمولا شو عم تعملي برمضان؟ شو عم تشوفي مسلسلات؟ هذا آخر سؤال لك، خبريني هيك على طقوسك برمضان، يعيش. شو المسلسلات اللي عم تحضريها؟ مين حسيتي لهلا النجم اللي لفتك؟ والله شوفي بصراحة أنا كل سنة برمضان يعني بيكون رمضاني مع أهلي والوالد والوالدة، بس هالسنة ظروف يعني ما خلتني نروح للجزائر لأنه عندي ارتباطات، فعم جرب أعمل الطقوس اللي نحن نعملها في البيت مع أهلي. في أخت يعني شقيقتي معي بلبنان، نجرب يعني نعمل كوميونيتي جزائرية أو مغاربية أو حتى من أصدقائنا اللبنانيين والسوريين والعرب، نتجمع ونعمل أشياء برمضان. بما يخص المسلسلات صراحة وصدقا أكثر شيء عم بتفرج عليه هو تحت الأرض، لأنه بيهمني أشوف شغلي وبشوف كل زملائي اللي فعلا يعني تعبنا كثير، وأنا بوجه لهم تحية. طبعا أمير كرارة، أنجي المقدم، دينا الشربيني، أحمد صلاح حسني، ياسر المصري، كلهم رشا أنا مهدي، بحييهم. حاتم علي، نوران كمان. رشا مهدي جيتك بالحكي، ما راح انسى حدا. نور على راسهم الاستاذ حاتم علي، رشا مهدي، ودينا كريم، يعني هم كثار بالفعل. طبعا دينا كريم، صرت انت بتعرفي كل الاكيب في العمل. فعلا تعبنا كثير وكان قلبنا على بعضنا كثير، ويعني كلنا كنا واقفين يعني يد واحده بهذا العمل، فان شاء الله يكون وصل للمشاهد بطريقة صح، وإنه تعبنا ما يكون راح دار. اسمحي لي بس دي يعني أعطيني بس دقيقة إني أشكر الفانز، لأنه يا لانا أنت ما عم تتخيلي قديش رافعين لي راسي، وأنا فعلا يعني عملوا تغطية لهذا المسلسل رهيبة ورائعة، فأنا حبيت نشكرهم ونسلم عليهم بزاف، كل اللي يحبوني وكل اللي يشجعوني واللي متابعين أخباري، الفانز اللي الله ما يحرمني منهم، وشكرا. شكرا لك أمولة، مبسوطة كثير انك كنتي معنا، وبالفعل انا كمان مبسوطة بكل الفانز اللي موجودين على تويتر يلي كانوا اليوم ناطرينك فعلا على أحر من الجمر. شكرا لك أمل، نورتي سكاي نيوز عربية. يعيشك.